يا صباح الورد ويا صباح الفل ويا صباح الرزق عليكم. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهاردة أكلة بسيطة، أكلة سهلة، أكلة سريعة. مفيش بيت في مصر إلا لما يكون لازم الولاد اللي فيه والأطفال اللي فيه بيحبوها. النهاردة أكلتنا مكرونة وبانيه. مكرونة وبانيه، مكرونة وبانيه. بس ايه، مش اي بانيه. استني بقى معايا كده وامشي معايا واحدة واحدة. انا عندي بصلتين، عندي حتة فلفل رومي احمر، عندي حتة فلفل رومي اخضر، وعندي قرن فلفل حامي احمر او اخضر مش هتفرق، وعودين كزبرة وعودين شبت وعودين بقدونس وكوباية زبادي، وعندي ليمونة، وعندي 3 طماطمات صغننين. يعني تقدري تحطي طماطمية واحدة او تقدري تحطي طماطمتين صغيرين او متوسطين. انا حطاهم هنا في ميه سخنه عشان انا مش عايزه القشر بتاعهم، عشان ما يعمليش قطع في الخلطه. هحط بقى ايه كل الحاجات دي كده في الكبه مع الليمونه. تقدري على فكره تبشري الطماطم وتبشري البصل على اصغر حاجه كده في المبشره، ويعني مش لازم وتخرطي البقدونس والشبت والكزبره بالسكينه تخريط او فرم ناعم. يعني لو ما عندكيش كبه مش لازم تعملي القصه دي في الكبه. انا حطيت الملح وحطيت حبهان وحطيت كزبره وحطيت فلفل اسود والزبدية. طبعا الزبدية دي حاجة مهمة جدا. وحطيت 7 بهارات، وحطيت شوية جنزبيل، وحطيت بس شعرة من صفار الزعفران عشان اللون. هحط واحدة مرقة، ودي إضافة مني، يعني لو مش موجودة ممكن ما تحطيهاش. مع الزبدية بقى الحلوة والخليط ده كله كده ايه في الكبة، وهتطحنيه طحنة حلوة، او لو ما فيش زي ما قلنا كبة هتقلبيه تقليبة بقى حلوة. كل الخليط ده كويس، وزي ما قلنا تبشري او تفرمي الحاجة ناعم جدا. طيب، الخلطة دي تقدري تستعمليها على فكرة للشوي كمان، من احلى الخلطات اللي ممكن تعمليها للفراخ المشوية. يعني انا بفضل الخلطة دي جدا كمان في الشوي. مش قادرة اقول لكم ريحة الخلطة دي عاملة ازاي. طبعا الكزبرة الناشفة يا جماعة مديها ريحة فظيعة، وده تابل مهم جدا في الخلطة دي. من اهم تابل من التوابل اللي انا حطيتها الكزبرة الناشفة. وطبعا احنا حطينا معاهم عودين كزبرة خضراء. هنا بقى فضيت الخلطة دي وحركنها. وعندي هنا البانيه انا غسلاه بميه وملح وخل. انا ما بحبش اغسل الفراخ بخل، ولكن البانيه بس انا لازم احط له خل، وكنت نقعاه وشطفته، وبعدين رحت حاطه له ميه نظيفه وشويه ملح، وحطيت له ليمونه زي ما انتم شايفين، وبرده حركنه. صفيته هنا بقى. كنت انا ركنته على فكره في الميه والملح والليمون حوالي ربع ساعه، وصفيته دلوقتي وهحطه في الخلطه بتاعتنا دي. وبرده احنا كنا لسه بدري جدا. عايزه اقول لكم ان الاكله دي انا لما عملتها، يعني انا عملت كل حاجه وجهزت كل حاجه وركنتها، وفضلت قاعده لغايه قبل اذان المغرب لما بدات اقلي واجهز كل حاجه. انا عندي هنا بقى الخلطه اللي انا هعملها، اللي هي المواد الجافه. عندي معلقتين كبار اللي هو حوالي 4 معالق اكل من النشا، وحطيت بقسماط، وحطيت كمان دي حوالي فنجان من الدقيق. والكميات دي مش شرط تكون كميات متساويه، تقدري تعمليها انت زي ما انت عايزه. لو حابه تعمليها مثلا كوبايه دقيق، كوبايه نشا، وكوبايه بقسماط. وحطيت جنزبيل، وطبعا اهم حاجه الكزبره الناشفه، وحطيت 7 بهارات، وحطيت حبهان وفلفل اسود ورشة ملح، وحطيت بابريكا مدخنة. هقلب الخليط ده بقى اللي هو عبارة عن بقسماط ونشا ودقيق، وبرده حركنهم. طبعا عايزه اقول لكم ان حصل موقف غريب جدا في الفيديو ده. انا كنت بهزر مع ابني بكلمه، ابني الكبير. بقول له بنده عليه يا ادم. فقلت له حاجه وبهزر كده، بقولها كده كلمه برميها يعني وبهزر. الموضوع بقى فتح معايا انا وهو فتحه مش قادره اقول لكم. يعني بدأ الموضوع ياخد شكل تاني، لان لقيته هو بقى يعني متنرفز جدا، قلت اضحك شويه. فانا ما كنتش ناويه والله اسيب المقطع ده ابدا، انا بتكلم انا وابني، بس سبت لكم المقطع. قلت ايه، يعني اخليكم كده تعيشوا جو من الحاجات اللي بتحصل بيني وبين ولادي في البيت. فهتشوفوا دلوقتي المقطع، انا هسيبه لكم وبعد كده نرجع نكمل.
ادم، اه. بقول لك ايه، ايه؟ تيجي ناخد الاكل ونطلع ناكل في الشارع ناكل في الصحراء. يا مامي. يا مامي ده؟ طب نروح جنينة، نروح اي حاجة. بس يا ماما. ها؟ بس يا ماما. بس يا مامي. طب نطلع الهرم السمان. ها؟ ايه؟ بس يا مامي ليه؟ انت بتقولي اي كلام. ليه اي كلام؟ لو بقول لاكرم كان زمانه قال لي يلا يا مامي. بس يا ماما. ليه بس؟ بس ليه؟ ها؟ خلاص يا ماما، انت بتقولي ده. يلا ننزل ناكل في الصحراء. هناكل في اي حته بره. انا قلت هتفكر تقولي لا تعالي نقعد في الحته الفلانيه، تعالي نطلع على التبه. ها يا ولد؟ هم؟ يلا هتعب بالسلام ويلا تعالى نفطر بره كلنا نقعد بس يا في. ماما بقى يا ماما. مامي اطبخي يا ماما. ايه؟ اطبخي وانت ساكتة. اطبخي وانت ساكته؟ انت بتكلمني كده؟ وانت ايه اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ طب ايه المشكله؟ طب ممكن ترد عليا؟ انا بتكلم بجد. ايه؟ انا بتكلم بجد. وانا ما بتكلمش بجد. ايه ده؟ لا انت ما بتتكلمش بجد. ايوه ايه المشكله؟ قول لي ايه المشكله يعني. ايه اللي عندك؟ ما لا. ايه ده يا ماما؟ ايه المشكله؟ احنا هنعمل حاجه عيب ولا حاجه حرام؟ ها؟ بس يا ماما. يا ادم. يا ماما خلاص بقى. ايه يا ادم؟ بس يا ماما. بس ليه؟ طب خد اقول لك. انا داخل انام. ها؟ انا داخل انام يا ست. خد اقول لك. ايه؟ خد اقول لك. ده انا عامله لك النهارده الاكل اللي انت عايزه اهو، والاكله اللي بتحبها. ده انا كمان ايه، هظبطها لك تظبيطه ايه. يا ولد. نعم يا ماما. يا ولد. لو على الكلام اللي انت بتقوليه لي اللي هو خيال علمي. مش فاهم ايه اللي نروح ناكل في الصحراء. هنجري ناخد الحاجه على كتفنا والحلل ونجري بيها على الصحراء. انا هاخد حلل يا معفن، ما انا عندي العلب بتاعت الصبح. بس يا ماي بقى. ايه المشكله يا ايه؟ روح يا ماي كل انت. ده بانيه ومكرونه بانيه ومكرونه. هي المشكله في البانيه والمكرونه. ايه المشكله يا ايه؟ انما وانا داخل انام. انا زهقانه يا ايه؟ طب انا داخل انام صحيح بقى. خد بس اسمع. خدي اسمعي انا داخل انام بقى. ايه طب بصي كده ليه؟ انت بتقولي كلام غريب. طب ايه المشكله؟ انا داخل انام. خد داخل تنام فين؟ داخل لا أنام. عشان ما تبوظش نومك. لا بقى صحيني بقى على الفطار. لا مش هصحيك على الفطار. خلاص ما تصحينيش. خدها. انا داخل انام يا ستي. انا زعلانه منك. ماشي. مش هكلمك، هصمك على فكره. انا سمعت المقطع معاك، وعلى فكره عايزه اقول لكم هي الكلمه الاول لما لقيته استفز قوي ولقيت رده، قلت لا اكمل معاه واضايقه. يعني انا رميت الكلمه وسكت.
فقلت لا انا انزل لكم المقطع، ما كانش في دماغي والله خالص، الكلام داير بيني وبينه يعني عادي، الام وابنها واقفين في المطبخ عادي وبيتكلموا. بس قلت اشارككم بقى معايا الحاجات اللي بتدور وبتحصل بيني وبين ولادي. خلونا بقى في الفيديو. دلوقتي انا طبعا زي ما شفتوا انا قطعت بطاطس وبرضو غسلتها وركنتها في ميه اهي زي ما انتم شايفين. عندي هنا بيضتين بس، يعني ده كيلو بانيه انا عندي بيضتين بس مش اكتر. فلفل اسود وشويه الكزبره وملح، مش هحط اكتر من كده، وبرده ملح بسيط عشان احنا كل حاجه عليها ملح. وهحط حوالي 4 معالق حليب. تقدري تحطي شويه ميه، تقدري تحطي البيض بس زي ما انت عايزه، بس انا بفضل ان مع الحليب كمان بيبقى احلى كتير. هنا بقى انا عندي حوالي معلقه صغيره مليانه بيكنج باودر، ده كان ربع كيس تقريبا، يعني حوالي معلقه او نص كيس او اقل من نص كيس. حطيته على الخليط الجاف ده، او حطيته على النشا والدقيق والبقسماط، وكل الحاجات دي انا ركنتها. وقلت اعمل الصلصه كمان بتاعت الطماطم بتاعت المكرونه. هنا انا هستخدم صلصه، مش هستخدم طماطم معصوره، يعني انا بحب اعملها يا اما بالصلصه اللي هي البطرمانات دي، او بحب اعملها بطماطم معصوره فريش، يعني دي نوع من المكرونه، او بيبقى طعم سبحان الله ودي طعم. بس النهارده انا هعملها بصلصه. انا عندي شويه زيت، لو انت بتحبي تستعملي في المكرونه سمنه اوكي، زبده اوكي، زي ما انت عايزه يعني، بس انا بستخدم زيت. حطيت الصلصه وحطيت واحده مرقه، وهخلي الصلصه يعني كانها بتتسبك، تبكبك بقى وتطشطش وزي ما انتم شايفين كده لغايه ما يبقى لونها حلو قوي، ولو فيها اي نوع من السوائل يروح تماما. وبعد كده انا هزود اصلا ميه وهفككها، ولكن انا عايزاها الاول تستوي عشان طعم التخزينه، طعم الحموضه اللي فيها، كل ده بيروح لما بتسبكيها كويس. بحط عليها شويه من اهي زي ما انتم شايفين، بصوا لونها، لونها حلو قوي قوي قوي. انا بحب الصلصه لما يكون لونها احمر وردي كده، ما بحبش الصلصه اللي بيبقى لونها على بني او على غامقه او مسوده شويه، دي انا بصراحه ما بفضلهاش يعني. هنا بقى طبعا خدوا بالكم خدت مني وقت، يعني انا طبعا في المونتاج بقص، ولكن هي خدت مني برضو وقت لما اتسبكت كويس وبكبكت وطشطشت وعملت كل حركاتها. انا هحط شويه ميه، حطيت 1 مكعب مرقه بس، وحطيت ملح. مش هحط اي حاجه تاني نهائي غير الفلفل الاسود، ولكن مش دلوقتي خالص، انا بحطه بعد اضافه المكرونه عشان ما يسودش وما يغمقش، وهتشوفي التركه كده. بصوا بقى انا خلاص كل الحاجات دي والله ركنتها، وفضلت قاعده يعني قاعده مع الولاد، قعدت نظفت ونشرت وحطيت غسيل في الغسيل، عملت مليون حاجه، يعني كان عندي وقت كبير جدا جدا، والحاجه كلها جاهزه قدامي. وقعدت لغايه بقى على قبل اذان المغرب، يعني هنا كانت الساعه تقريبا 5 وشويه، كانت تقريبا 5 وشوية تقريبا، يعني قلت خلاص بقى ايه، هبدأ على الآلية وهسقط بس المكرونة. هنا بقى حطيت مية تغلي المكرونة، وسبت البطاطس أول طرحة كده أو أول طاسة أو أول حبة يتحمروا، وبدأت بقى أطلع البانيه من الخلطة بتاعته وأحطها في خلطة البيض اللي احنا عملناها سوا مع الحليب. عايزه اقول لكم لو زي ما شفتوا كده الزيت بيفور، والله مش قاليه فيه اي حاجه ببيض على فكره، يعني الزيت ده انا قليت فيه قليه بطاطس واحده، واول ما حطيته من الازازه وحطيت البطاطس بس ما كنتش واخده بالي، ما كنتش عارفه انه هيحصل كده، لقيته فار وغرق لي البوتاجاز وبهدل لي الدنيا. فكنت بقى المره دي حريصه، اول ما بدا يغلي وبدا هيفور كده، حطيت الصفايه بتاعت القلي ديت فيه، او معلقه او اي حاجه تحطيها جوه الزيت، ووطيت النار عشان ما يبهدلش البوتاجاز، خلاص بقى اللي اتلسع من الشوربه يعني. هنا انا باخد طبعا شويه من البانيه في طبق عشان ما ازفرش شويه من الخلطه بتاعت البانيه في طبق عشان ما ازفرش الخلطه كلها، عشان لو فضل منها اقدر اشيلها، وانا اصلا عامله كميه كبيره عشان اشيل منها، لان ولادي بيحبوا البانيه، وانا عارفه ان انا مش هستخدمه على الفطار كله، عارفه ان هيجوا بالليل اعملي لنا بانيه، عيالي بيعشقوا الاكله دي جدا جدا جدا.
وقلت بقى ايه اظبطها لهم، عشان بقالي كتير جدا ما عملتش البانيه، يعني بقالنا كتير فعلا ما عملناش البانيه، لدرجه عايزه اقول لكم يعني انا طبعا بسجل الصوت تاني يوم، احنا الصبح بدري يعني، قلت اسجل الصوت وانزله لكم ان شاء الله النهارده بعد الفطار. يعني امبارح ولادي قالوا لي بالليل اعمل لنا بكره بانيه تاني، يعني عايزين النهارده بانيه تاني، عشان هم بيعشقوا البانيه، فما كانش عندي بانيه، قلت هبعت اشتري واعمل بانيه. فطبعا مش هصور، لان يعني خلاص احنا نزلنا البانيه مره خلاص يعني. هنا دي تاني طرحه بطاطس او تاني طاسه بطاطس، وهي الاخيره، هما طاستين مليانين كده حلوين، عشان ولادي طبعا من عشاق اصلا البطاطس المقليه، والاكله دي هي بانيه مكرونه بطاطس، واهم حاجه بالنسبه لهم البانيه والبطاطس. ولادي ممكن ياكلوا البانيه حاف، ممكن ياكلوه بعيش، ما يفرق لهمش المكرونه، يعني المكرونه دي ايه بالنسبه لهم، هي دي الاضافه، ده الطبق الجانبي مش البطاطس، لا البطاطس والبانيه ده الطبق الرئيسي بالنسبه لهم يعني. هنا دي كانت خلاص المكرونه، انا حطيت حوالي كيس وربع لان احنا مش كتير طبعا. هنا بقى باربيكيو وكاتشب، ولادي طبعا عشاق الصوصات ديت. وهنا المايونيز التشيلي مايونيز او المايونيز الحار، وهحط كمان مايونيز اللي هو العادي الساده، وهنحط الصوص الرانش. صوص الرانش ده بيبقى اللي انا جايباه، النوع اللي انا جايباه ده صوص رانش مع جبنه سايحه. طبعا ولادي بيحبوه كمان جدا جدا، عشان لما بعمل همبرجر بعمل سندوتشات بيحبوا الصوص ده مع السندوتشات قوي قوي. وهنحط طبعا حبيبتي انا المسترد، انا ما باكلش غير المستردة والمايونيز، ان كان التشيلي مايونيز او المايونيز الساده، لكن كل الحاجات الكاتشب ده كمان يعني سبحان الله انا ما بقبلهوش، مش ما بحبهوش، ما بقبلهوش بصراحه. خلاص دي كانت اخر طرحه بطاطس. بلاش طرحة بطاطس عشان الناس ما تقولش ايه طرحة دي، يعني طلعت بطاطس، طاسة بطاطس دي اخر طاسة من البطاطس. كده خلصنا، وهنبدأ بقى. طبعا انا البانيه بعد ما رصيته كله رشرشت طبعا بين الطبقات، بقيت ارشرش الخلطة برضو، وبعد كده نزلت بالبانيه على نار عالية، وبعد كده هوطي النار شوية عليه. يعني اول بس ما الطبقه تمسك، الطبقه بتاعته ديت اول ما تمسك على طول بوطي النار عليه شويه، بخليها مش بوطيها توطيه جامده لا، عشان برضو ما تسيبش ويشرب زيت، لا يعني بخليها متوسطه مش عاليه قوي، او يعني حاولي تخلي ان الزيت يكون بيقدح قوي 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 وانتي بتنزلي بالبانيه، عشان الطبقه بتاعته تمسك على طول فيه. وبعد كده وطي او خليها متوسطه او نار عاديه، مفيش مشكله بقى ايه، هيستوي براحته. وبعدين انا متبلاه بقاله ساعات، ده بقاله كتير جدا، يعني انا مخلصه تتبيلته قبل الظهر ما يقدم كمان، فسايباه لغايه المغرب، حلو جدا جدا يعني. طلعنا كده اول طلعت بانيه اهي، وخلاص كده يعني ايه، فاضل طاسه وخلاص خلصنا كده. الاكله سهله وسريعه، خدتش مننا وقت نهائي. بصوا بقى اولادي بيحبوا الصلصه كتير ويحبوا المكرونه، بصوا سايحه ونايحه كده زي ما انتم شايفين، يحبوها عارفين ايه، بتزفلط وبتزحلق كده، ما بيحبوش المكرونه ماسكه نفسها، ولا بيحبوا الصلصه قليله. والله عايزه اقول لكم ان انا تليفوني عقيم وقديم، وعايزه اقول لكم ان الكاميرا بتاعت تليفوني وحشه جدا. مش هقول لكم انها ظالمه الاكل ده، انا الكاميرا بتاعتي ظالمه كل فيديوهاتي والله العظيم بامانه يعني، والعصاير بتاعتنا. واشوفكم بقى في فيديو جديد، واستحلفكم بقى بالله بالايام المفترجه دي ما تنسوش تدعموني بقى وتقفوا جنبي وتقفوا في ظهري. انا عايزه لايك، وعايزه احلى كومنت، مش هقول عايزه شير، ولكن انا عايزه لايك حلو وكومنت حلو زي قلوبكم. وده بقى كان البانيه بتاعنا، جرنشناه كده او زيناه بشويه فلفل اخضر مع كم واحده جزر، ولو مش متوفر عندك هيكون افضل لو عندك فرشه بقدونس تحت البانيه. ودي الصوصات بتاعتنا، وحاولت يعني على قد ما اقدر اني اخلي الاكل شكله حلو عشان ولادي يتفتح نفسهم ويتبسطوا من الاكل. ودي البطاطس والمكرونه بتاعتنا والصوبيا والمانجا والتمر بالحليب. واشوفكم في فيديو جديد، باي باي.